كاينين شي خوشوش، كنقول لهم انا خوشوش عطيه الله كنز من صالحه، وتيجي كاع ما عارف قيمتها ابدا، تتصلي تتقوم الليل كاد تقول لها غير بلا، تبدا غير يضرب ويسرفق ويسب ويشتم، كتقول له الله يهديك يا ولد الناس، هو كاد تقول لها يا مفضيه يا دفعله يا تاركه وباك داير امك دايره. انتبه، راه الرجل الصالح المتقي لله اللي كيعرف الخير ديال نسيبو ما عمرك، نقولها لك، ما عمرك تسب المراه باها، ما عمرك دير هادي، ما عمرك تسب المراه الزوجه اباها. راه ملي كتسب ليها باها راك يعني سلاختها وهي حيه، حرقتيها، انت ما عارفش باش كتحس، لان هاد باها اللي كيسب ليه اللي كيسبوه، هاد باها انت اللي كتسبوه هو مسكين اللي حرق عليها دمه ودم جوفه كما يقال، وتعب عليها، هزها وهي صغيره وداها مريضه يدوز ليها وقراها وكبرها وطعمها وسقاها وكساها وتعب عليها وما خلى ما جرى عليها مسكين، ثم ملي بغات تخرج من عنده كيبكي عليها بكاء شديدا، لانه شكون اللي كيتاثر ملي كتبغي تخرج العروسه؟ المراه ولا الاب ولا الام؟ الاب اكثر. علاش؟ لان الاب اجعل فيه الله تعالى هذيك الفلاذه، بخلاف الام كيختلط الفرح مع الحزن، فرحانه لها حيت بغات تمشي عند راجلها وحزنه على الفراق، وكتفرح الام دائما باش بنتها تدير دارها وبيتها وتزوج واسرتها. الاب لا تتاثر، تتقطع لداخل. انا حضرت للناس والله الذي لا اله غيره زوج وبناتهم تيبكيو، كاين ناس وحكاو لي قال لك والله كنبكيو بحال الدراري الصغار. تصور يا ايها اللئيم، هذاك الزوج اللي ما كيعرفش القدر ديال هذا الشيء وما كيعرفش القدر ديال نسيبو وديال صهرو، تصور هذا الرجل اللي عطاك هذه البنت وما ساخيش تفرق معاها لان فلذت كبده. والرسول صلى الله عليه وسلم راه كان هكاك مع فاطمه واكثر، كان يحبها حبا عظيما، وكان يقول فاطمه بضعه مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها. من لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيتزوج بنت ابي جهل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، والو، وغار عليها صلى الله عليه وسلم ويدافع عليها عند نسيبه علي رضي الله عنه وهو ابن عمه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك وكان يحبها كثيرا، فلذلك خصكم تقدروا الله يجازيكم بخير، لا تكونوا لؤما، ما يكونش فيكم اللؤم، راك مريض، راك لئيم، راه ما فيكش الخير. اللي تيشتم الاب ديال الزوجه ديالو قدامها، باك يشمكار، باك يسكيري، باك يمضر، باك انا اللي عطيتو، باك اش بقى لك؟ الا عطيتيه كاع اش بقى لك؟ تبطلون صدقاتكم بالمن والأذى، كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اش بقى لك ملي كتمن؟ كيمن عليها وراه لقيتو كذا كاع ما عنده حتى قشابه وما عنده كاع حتى فيني يخدم كاع، انا اللي جيتو، انا اللي درت ليه، انا اللي درت ليه، وتيقعد مسكينه تيحرق فيها، تيقطع فيها، يعني تيقتل فيها قتلى. هنا المراه تتدمر صراحه وتؤذى اذى شديدا. والزوج العاقل هو اللي كيشوف العيب في بات المراه والله لا يذكره، والله لا يذكره، ويستر العيب ولا يذكر الا الخير. والله لا تيكون مظلوم وتيكون ذاك بات المراه كاع شتمو ساء ليه في التليفون، تخاصم هو والمراه، هو يتصل به نسيب مسخوط الوالدين الله يا كذا، تنمشي لك المحكمه ويسب فيه ويشتم فيه ومسكين ساكت. وملي كيتصالحوا والله لا يذكر ذلك، والله ديما يذكر نسيبه بخير ولا يذكر عنه الا الخير. هذا هو الصهر المصلح الصالح. ولذلك ملي كيوقع لك شي مشكل مع المراه، ولا ملي كتمشي مثلا كتزور بات المراه ولا مات المراه، شوف وقف مع راسك وقول شوف هذا السيد مسكين، هذه البنت كيفاش كبرها وكيفاش عطاها ليا، بال ملي تبي تخرج العروسه ولا انت باغي تجيبها تفكر هذاك الرجل. راه انتم ما كتفكروش، كتنساوه مسكين، كتفكروا غير امها ولا كذا وكذا. لا، هذاك الرجل نعم، هذاك الرجل نعمس اولى بان يذكر بالخير. وان جبتي ليه شي هديه، دورتي معاه، جبتي ليه شي جلابه،
دورتي معاه عطيتيه شي هديه عظيمه، عمرك بستي ليه راسو، عمرك قلتي ليه شوف انت راه بحال الوالد ديالي، وقلتي ليه راه انا شوف انا والله الا حاس بك، هاد البنت اللي عطيتيني عارفني عاطيني طرف من البضعه من جسدك، يعني فلذت كبدك انا عارف، ولكن كن على يقين انا راه بحال ولدك وهي بنتك، راه الخير اللي تبغيه لولدك بغيه ليا، والخير اللي نبغيه انا لبا راه نبغيه ليك، يعني وكترفع قدره. ومن الاخطاء ايضا اللي كتدمر المراه ان تشتم امها ايضا وتستهزئ بامها، او لا تشتم ايضا الاخوات ديالها او لا دارهم كاملها. يا الناس الله يهديكم، الانسان راه كيتحاسب على الكلام اللي كيقول. راه ما كانش الرسول ديالكم صلى الله عليه وسلم هكا، راه الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا واحد الميزان، قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. الله يجزيكم بخير. اللي غضب يشد لسانه بلا ما تبقى تحتقر وتتهين، راه الابتلاء يقدر يبتليك الله. اللي تحتقر الناس ولا تحتقر نسابك، عندك عقل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. معنى هذا الحديث انه يكفي الانسان من الشر الا كيحقر خوته المسلمين، فكيف باصهارك